انبسطت يا حبيبتي في الخروج النهارده؟ جدا. ايه الزباله والقرف ده؟ زباله؟ يعني ايه زباله تفضل على باب البيت كده؟ مش فاهمه. معلش يا حبيبتي، هتلاقي لسه متوظفه جديد دي. طب خش بقى انت يا حبيبي، وانا هعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. ما تعوقيش وبلاش تضايقيها. مش خش يا ناقصين. عبد الرحمن، خش. هنجيب واحده تاني منين؟ كفايه دي كان مشيتيها. خش يا حبيبي، خش. ماشي. انت يا ست انت تعالي هنا. حاضر يا ستة. ليه؟ ماما هو انت بس كده، انت ماسكاني كده ليه؟ مين ده؟ مالكيش دعوه مين ده، ده جوزي. جوزك؟ جوزي. هو ده بقى اللي انت بعتينا عشانه؟ تعالي بس هنا كده. ده اللي انت بعتينا عشانه؟ ده اللي سرقتي فلوسنا وخليت ابوك راح بحسرته وطي صوتك بسببك بس. عشان ده؟ وطي صوتك وانتي بتتكلمي. هو انت جايه عشان تطلعيني تخربي عليا ولا ايه؟ انا لو اعرف ان انت اللي شغاله هنا انا كنت قطعت عيشك اساسا. انا اصلا مش عايزه اشوفك. قطعت عيشي؟ تقطع عيشي؟ اقطع عيشك؟ ما بقول لك يا ماما، ما تفكك بقى من جو الصعبانيات اللي انت عايشه لي فيه ده. انت لسه في الجو ده؟ لسه يعني ما غيرتيش من نفسك؟ حول الله أغير؟ يا ربي. لا معلش، اصل ما اشتغلتش شغلانه جديده تليق ببنتي الحراميه، تليق ببنتي. حاسبي على اللي سرقت. كلامك. ليه؟ مش هو ده اللي حصل؟ انت اصلا مش هو ما ده اللي تعرفي. حصل؟ سبتيني وبعتيني انا وابوكي ورحت لواحد زي ده حقي والله، ما خدتش منكم حاجه مش من حقي. من ورانا؟ وبعدين ماله غصب. ده؟ غصب؟ يبقى ازاي مش من ورانا؟ ازاي ما قهرتناش؟ مش صعبان عليك المنظر اللي انا فيه وكمان بتهزقيني؟ وبعدين انا مش جايه عشان اخرب عليكي ولا حاجه، بالعكس ده انا جايه عشان اشتغل اكل لقمه بالحلال. معلش يا خلصتي هانم. صعبانيات؟ لا لسه. معلش يا هانم، بالله عليك سيبيني اشتغل، امسح واكنس واعمل لك قهوه ما انا وشاي. هسيبك تشتغلي عشان انا كل ما اشوفك بتسيقي ولا بتعملي حاجه انا بفرح من جوايا. وعلى فكره لو طلعت لقيت الزباله دي موجوده لسه هتتعاملي نفس معامله الزباله. شفتي الزباله مرميه ازاي؟ هرميكي نفس الرميه بس في الشارع. تمام؟ انت ازاي كده؟ انت ايه؟ بس انت جايبه اوعدك بس الجحود؟ عشان الموضوع ما تتوسخش. ايه القرف ده؟ بقول لك ايه، ما تتكلميش كتير وما ترغيش. ومش انا مش بنتك ولا انت تعرفيني ولا انا اعرفك. لمي الزباله دي احسن مرميكي رميه الزباله. يلا يا ماما. ايدي دي اللي ربتك وكبرتك يا ليل، بتزقيها بتقولي عليا انا هترميني رمية الزبالة؟ ما وجعكيش قلبك لما شفتيني بالمنظر ده؟ ولا حتى حنيتي وقلتي دي امي ما بهدلهاش؟ ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظلم. ايه يا عبد الرحمن؟ تعالي يا حبيبتي. يا ليل يا ليل، مش كده يا ليل. انا سامع صوتك وانا هنا. ايوه، عايز نعمل ايه يعني؟ ما لازم وبع- اشدها. يا ليل مش كده على فكره، يا ست باين عليها محترمه. وعلى فكره بقى الست دي لو مشيت ابويا هو اللي جايبها واكيد هيخرب الدنيا وانت بقول عارفه لك كده إيه، كويس. هو انا ما يهونش عليا زعل حمايه وانت عارف. بس الغربان الجديد يا حبيبي لازم يبقى ليه شده. ولا انت شايف ايه؟ لا المفروض يا حبيبتي مش بيبقى كده الكلام. الناس دي على الله، مش هيبقى انتوا الزمن عليهم. بص يا حبيبتي، خدي اطلعي ادولها دول. كتير قوي عليها يا عبد الرحمن. لا معلش عشان خاطر انا، عشان انت زعقت معاها جامد. بقى انت عايز تطلع تديها روم؟ انت اللي هتديهم لها وهتطيب بخاطرها. ده انا من امبارح بتحايل عليك عشان تجيب لي اللي انا عايزاه. انا من الروج اللي نفسي فيه عملت لي اما هعمل لك مش عارفه يا ايه، ليل. وجاي تديني فلوس بقلم ليل. بتمن قلم الروج عشان اروح اديهم لها؟ لا يا حبيبي. ليل بعد اذنك، دي حاجه خارجه لله. لا معلش، انا اولى حبيبي بفلوسك. انا مراتك. ليل لما بكلمك تنزلي رجليك. حاضر. دي حاجه خارجه لله، ما ينفعش تاخديها تحطها في شنطتك. بقول لك ايه، ولا لله ولا مش لله. قلت لي وابويا ما تزعلهاش، قلت لك خلاص حاضر. يا ليل انا هتضامن معايا انا. خلاص هات. طب يا اخويا، ما انت فنجري قوي كده، ما تطلع وتديني فلوس عشان انا عايزه انزل اجيب شويه حاجات. ليل مش عايزين نصرف الفلوس في حاجات هايفه. والله عيشي عيشة اهلك. ايه المشكله؟ انا عايش عيشه اهلي وانت عارف اهلي كانوا فين يا عبد الرحمن. حاضر يا ست ما هو الناس. كل ده من خير اهلي يا عبد الرحمن. حاضر يا ست الكل، اللي انت عايزاه تمام، خليك بقى فاكر وخلي بالك من كلامك عشان الكلام بيزعل. سلام يا ليل. حبيبي. نعم. لسه ما خلصتش كلام اقعدي. مش
مش عارفه كله النهارده ضغط 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 والجو حر، انجز. ليه لما اتكلم معاكي ما تقوميش تسيبيني ويمشي؟ مش رغم ان انا طيب وبعاملك باسلوب كويس تعملي كده، لا. ايوه عايز ايه؟ انا مش عايز اوريكي الوش التاني عشان ما تزعليش. وتورولي ليه؟ عملت لك ايه انا؟ ايه اللي انت عملتيه مع الست بره ده؟ انا كنت قاعد وسامع صوتك. هي مش شغاله وبتاخد يا يا حبيبي ست مرتب؟ هي شغاله، المفروض الست اللي زي كده وشغاله وعلى الله، ده بدل ما هي دايره بتمد ايدها ولا دايره على اي حاجه مش بتاعتها، المفروض نشكرها على شغلها ده. طب بقول لك ايه، انت ابو قلب حنين وانت زي الفل، سيبني بقى اطلع اغير عشان انا خارجه مع اصحابي بعد اذنك يا عبد الرحمن، طالعين نعمل شوبينج. خارجه رايحه فين ليه؟ رايحه اعمل شوبينج مع اصحابي، يعني مش رايحه في حته. ماشيه ليه؟ ماشي، وهجيب الحاجات الناقصه البيت بعد اذنك بقى، ها يا ابو قلب حنين. الفلوس فوق، خد اللي انت عايزاه. ماشي، هاخد 20,000 من فوق. ربنا يهديكي، مش هقدر اقول زيادة عن كده. انا مش عايز اوريك الوش التاني عشان ما تزعليش مني، بس هسيبك براحتك، الايام هتعلمك. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه؟ الحمد لله يا حاج. ايه اخبار آسف. الشغل؟ الحمد لله كويس. بص انا جبتك هنا في احسن مكان. اللي جوه هنا ده ابني ومعاه مراته دي بقى ما اقولكيش حاجه بسم الله ما شاء الله كده، اخلاق وطيبه وادب، ست بتحط على الجرح يبرد زي ما بيقولوا. طبعا. طبعا يا حاج، امال ايه؟ وغير كده كمان كريمه قوي وايديها فرطه. اكيد اديتك فلوس صح؟ انت شفتيها؟ شفتها. صح؟ طب تعالي بقول لك ايه، تعالي اقعدي بقى هنا كده، تعالي اقعدي. هخلص بس. يا ستي سيبك، انا اللي بقول لك اقعدي. هلم بس الزباله دي. خلاص بس اقعدي بس الاول. احكي لي بقى بقيت حكايتك. انت قلت لي ان انت كنتوا مبسوطين وكنتوا عايشين كويس ومستورين يعني، وبعدين فجأة بنتك خدت كل اللي وراكي واللي قدامك انت وجوزك وهربت، دهبكوا بقى وحاجاتكوا وكده. ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ هل مثلا ما دورتيش عليها؟ ما قابلتهاش في حتة؟ دورت كتير ولفيت كتير قوي، بس فص ملح ودابت. طيب لو معاكي صورة ليها وريها لي. انا ليا علاقات كتير جدا على فكرة، اجيبها لك في يوم اقل من يوم كمان. صدقيني انا ليا علاقات جامدة قوي. يوم ايه ده؟ هي دقيقة. وانت عرفت مكانها؟ انت عرفت مكانها ولا ايه؟ بص بقى يا حاج، انا مش قادرة اسكت بصراحة. كلمي، انا عايزك تتكلمي براحتك خالص. انا لقيت بنتي. بجد؟ طب كويس. لقيتها فين؟ حلو ده قوي. يا بعد الزمن ده كله تلاقيها؟ سبحانك يا رب، الحمد لله. يا سبحان الله، وانت السبب ان انا الاقيها. ايه ده؟ ازاي؟ انت جبتني هنا. طب هي ساكنه هنا؟ شغاله في حته قريبه؟ لا. امال ليه؟ مش فاهم. هي موجوده هنا تبعك. طب انا مين هي وانا ندهها لك؟ تبقى مرات ابنك يا حاج. ايه يا حاجه بتقولي ايه؟ مرات ابني ايه؟ انت بتخرفي بقى كده صح؟ انت كده يخلق مش شبه 40 يمكن مش هي. كتر خيرك. البنت ممكن تتوه عن امها، الزمن بيغير زي ما انت بتقول، لكن الام ما تتوهش عن ضناها. كفايه نظره عينيها بس، كفايه تسمع صوتها وتحسها. يستحيل. يعني مرات ابني ليل هي بنتك؟ ايوه هي بنتي. يعني البنت اللي عايشه معانا والطيابه كلها والاخلاق كلها هي البنت اللي جحدت على امها وابوها؟ انت قلت ابوها راح بسبب الموضوع ده؟ ايوه راح بسببها بعد حسرته، بعد ما اخدت الفلوس. طب وازاي بتتعامل معانا بالوش ده؟ معرفش. انت بتكدبي على فكره. كتر البنت خيرك. ما بتعملش وحش كده خالص، انا ما شفتش منها حاجه وحشه. انت بتقول انها ادتني فلوس. اكيد هي كريمه جدا. طيب ممكن اطلب من حضرتك طلب، ولو هتعتبره ان ده طلب الاخير وتطردني بعدها انا ما عنديش مشكله. يا ست تردك ليه؟ انت بتقولي بنتك. ما انت مش مصدقني، بس انا هثبت لك. ازاي؟ ممكن حضرتك بس تقف هنا وانا هنده لها وشوف هتقول لي ايه وهتعمل ايه بعد اذنك. طب هتقول لك ايه طيب؟ حضرتك هتسمع بنفسك، اعتبر ان ده طلب الاخير. انا هعمل كده، بس معقوله مرات ابني انا تعمل كده؟ انا ما كنتش اعرف طبعا ان هي هنا. دي بتتعامل معانا في منتهى الرقه والادب.
ما شفناش منها حاجه وحشه، لسه مش كلك فيها. معقوله ده يحصل؟ نصيبي كده. روح اقف هنا كده على ما انده لها بس. حاضر. معلش هعمل يا زي ما انت حاج. ما بتقولي، بس عارفه لو طلعت زي ما بقول لك انها طيبه وكويسه وانت بتتبلى عليها كده، انا فعلا اللي هقطع عيشك، مش هقعدك هنا. حقك. وانا ماشي. مش هقدر اتكلم ولا اقول اي حاجه. خلاص ماشي، انا هروح استخبى. ماشي يا حاج. يا استاذه ليل، يا ليل. ايه ده؟ ده هي اللي بتنادي؟ حلو ده والله. بقينا ننده اهو ونقول يا ليل ومن غير وشايلين كل التكاليف والحاجه. ماشي، ما اطلع لك هوريكي. يا ليل. ايه يا ليل يا ليل يا ليل؟ انت بتندهي لي ازاي يا ليل؟ في حاجه اسمها يا مدام ليل، يا ليل هانم، يا استاذه ليل؟ ولا انت عايزه عبد الرحمن جوزي يعرف ان انت بتنادي لي عادي كده، يفتكر ان انت امي، ولا يعرف ان انت امي؟ انت ايه مجنونه ولا ايه؟ انا مش سامعه حاجه منك، انت صوتك واطي ليه؟ صوتي انت خايفه واطي؟ بقى؟ اخاف من ايه؟ بقول لك افرجي جوزي دلوقتي سامعك وانت بتنادي عليا وبتقولي يا ليل. اقول له بتنادي عليا تقول لي يا ليل ليه؟ اقول له ايه؟ ان انت امي؟ دي تبقى مصيبه سودا، ده يطلقني. وفيها ايه لما يعرف ان انا امك؟ عشان خاطر ما بشتغل ترغيش عمليه كتير. نظافه؟ كنت منادياني ليه؟ عشان خاطر اقول لك مفيش حاجه اشيل بها الزباله، لاني مش عارفه اشيلها بايديا. وانا اعمل لك ايه؟ ما المفروض ان انت عارفه المكان هنا. لا، ما انت ايديكي اخده على الزباله، لميها عادي بايديكي يا حبيبتي. مش حاضر. مشكله. حاضر. ويا ريت بعد كده لما تيجي تندهي يا ليل هانم، يا استاذه ليل، يا اما يا مدام ليل. هو في ام بتنده لبنتها كده؟ بقول لك ايه، فكك من جو امه وبنتها والجو اللي انت بتتكلمي فيه ده. انت كنت امي، وامي الحمد لله الله يرحمها من سنتين 3 فاتوا كده، تمام؟ من ساعه ما خدت اللي وراكوا واللي قدامكوا وسبتكوا وخلعت. ففكك مني بقى كده وفوقي لشغلك، والزباله حطي لميها بايدك، ما انت اخده على الزباله. يلا ما تناديش تاني، ها؟ ما تناديش. قرف. حاضر. هو اللي انا سمعته ده حقيقي؟ ايوه حقيقي. هي عملت فيك كده؟ دي بتعترف عادي قدامك. طب اسالك سؤال، اتفضل. انت عملتي معاها ايه عشان تعمل معاك كده؟ كنا طيبين، اقعدي اقعدي ريحي. كنا بناكل اللقمه بالحلال وبنقول لها غلط وصح. ابوها كان راجل طيب قوي، بس كان شديد عليها شويه. كان دايما محجمها، يعني انها ما تخرجش كتير، ما تروحش ما تجيش. اي اب بيخاف على بنته يعمل كده. اول ما خلص الصفقه اللي كان بيعملها وجاب فلوس الصفقه كلها وما راحش بقى البنك، وقال يا وفاء هو ده كل حاجه نملكها، هي دي الفلوس كلها اللي عندنا، هنبدا بقى ونشتغل من اول وجديد. صحينا الصبح ما لقيناهاش، وسابت جواب وقالت انا بعتبر ان انتوا خلاص بالنسبه لي، الله يرحمكم، ما تدوروش عليا، ما تدوروش عليا، عشان انا خدت حقي كده كده. انتوا كده كده كنتوا بتشتغلوا عشان تعملوا الفلوس دي ليا انا، فانا خدتها. ايوه تاخدها امتى؟ بعد عمر طويل، انما ما تاخدهاش بالطريقه دي. ما استنتش بقى ولا صبرت. ابوها ما استحملش يدور عليها شويه، كان بيلف عليها في كل حته لحد ما راح. الله يكون بعونه طبعا. اتاريه كان بايع البيت كمان وحاطط فلوسه عشان ننقل لبيت تاني، وخلاص كل حاجه راحت. بصي انا حقك هجيبهولك منها. لا ماشي؟ اسمعني، لازم حقك يرجع منها، ولازم الكذبه اللي هي عايشاها معانا دي تفوق منها، وتعرف ان الله حق، وتعرف انها ظلمتك وظلمت ابوها. انا مش عايزه حاجه منها، خلاص. هي عرفت ان ابوها خلاص الله يرحمه؟ ايوه طبعا عرفت، وقالت لي انا اعتبرتك زيه. اعتبرتك زيه؟ ايوه الله يرحمك. فانا كل اللي انا عايزاه منك انك بس زي ما حضرتك جبت لي الشغلانه دي تجيب لي الشغلانه التانيه. انا مش عايزك تعيطي. صفري دموعك دي، وحقك انا هجيبهولك. انا خلاص مش هقدر اقف قدامها واعاديها، دي بنتي مهما كان، حتى لو كانت هي قلبها قاسي،
حتى لو كان قلبها جاحد ومش حاسه بيا. انا كل اللي انا عايزاه ان اشتغل في مكان تاني اكل منه لقمه حلال وبس. اساسا انت مش هتشتغلي تاني ولا هتشوفي يوم تعب ولا عذاب تاني. انا طالما عرفت الموضوع لازم انهيه من اخره. ارجوك ارجوك يا حاج ما تبهدلهاش، دي مهما كانت بنتي. يعني انت عايزه اكافئها على معاملتها ليكي؟ لا ما تكافئهاش بس. لازم حقك يرجع. الاول لازم تعرف ان الله حق، وان ليكي حق عليها، وان هي ما تعملش اللي غلط اللي عملته دوت، واللي عملته ده غلط وجريمه. ده عملت بنتك عملت جريمه. ازاي تقولي ما تاذيهاش وما تعملهاش؟ يا جماعه انا مش فاهم. كل ام تقول لك ما تاذيش ابني ما تاذيش بنتي. اذيها في ايه؟ ما هي عملت جريمه. غلطت في حقك وتعبتي وشقيتي ورميتك انت وابوها. ازاي انت عايزه تكافئيها على ده؟ ما دي لما تقول ما تعملهاش حاجه وانت كده بتكافئيها. لما تنسحبي من قدامها وتمشي يبقى انت كده بتقولي انت صح، اعملي اكتر من كده. لا، لازم لك وقفه يا حاجه، وقفه جامده، وتقسي قلبك شويه. انت بتقسي قلبك. الواحد لما بيضرب ابنه بيعمله كده عشان يمنعه من الخطر والغلط. ماشي؟ لازم تعملي كده، لازم تضربيها ضربه على ايديها وتعرف ان انت امها. لكن اللي انت بتعمليه ده يا حاجه غلط قوي. غلط أيوة. انك تستسلمي كده وتتكلمي معاها كده وانت اصلا ليكي حق عندها. ده عكست الايه. انت المفروض انت اللي تقولي انت عملت وعملت وسويتي. لا، دي هي اللي بتعتب عليكي وتوبخك وبتكلمك بطريقه مش هي. انا ما شفتش كده بصراحه يا حاجه. شفتش يبقى واحد عامل جريمه ويتكلم بالبجاحه دي. لكن انت المفروض يا حاجه تقف وقفه جامده وتساعديني ان انا ارجعها لك تاني تبقى بنتك. طيب وارجع لك حقك منها. هو انا ينفع استأذن حضرتك اروح بس النهارده عشان النهارده اجازه طبعا اكيد. بصي انت روحي النهارده مفيش اي مشاكل، وسيبيني انا بقى ارتب كده الموضوع وهقول لك هعمل ايه. خلاص؟ روحي وخلي بالك انا عمري ما هاذيها طبعا. دي مرات ابني في الاول والاخر. انا بس عايز اقومها واعدل لها دماغها واظبط لها دماغها والافكار اللي في دماغها الوحشه دي ناحيتكم. طالما ما اذيتهاش في حاجه يعني. انا متهيألي ما حدش فيكم عذبها مثلا ولا ربطها في حته عشان تعمل كده. لكن تعمل كده منها فيها لا، يبقى هي جواها وحش. ده انا اخاف منها كده. لما تمثلي انها طيبه بالطيبه دي والادب ده والاخلاق دي وتعمل فيك انت كده، لا ده انا اخاف منها. حاضر يا حاج. توكلي على اللي الله انت يا حبيبي. شايفه صح توكلي اعمل. على الله وسيبي لي الموضوع ده ان شاء الله هجيب لك حقك فيه. حاضر. هلم بس الزباله دي عشان هي قالت كل لي حاجه لمي. وامشي. هتزعق. انا قاصدها. سيبي كل حاجه وامشي. انا لو حاضر انا مشيتك يلا. حاضر. طب انا طب حضرتك هتشوف لي شغلانه تاني. خليها على الله يا حاجه. قلت لك خلاص هظبط لك الدنيا انا. حقك هيجي لك. ونعم بالله. شكرا يا حاج. العفو. السلام عليكم. تيجي الصبح بدري ها؟ حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله. بقى انت يا ليل يطلع منك ده. تعاملي امك كده وتاخدي فلوس مش من حقك. مش من حقك حتى لو كانوا عاملينها لك. لازم في شرع ربنا وشرع الله يمشي. تاخدي فلوس مش بتاعتك ليه؟ ليه تعملي فيهم كده وتعملي في اهلك كده وتكلميهم بمنتهى البجاحه كانهم هم اللي ظالمينك وانت اللي ظلماهم وانت اللي سرقاهم؟ انا ما شفتش كده. انا هخش اقابلك باي وش دلوقتي. ماشي. لا انا لازم اخش لك ولازم اتكلم معاكي وانا هعرف ازاي احسسك ان الموضوع ده صعب. عامل ايه يا حاج؟ يا عبد الرحمن اخبارك؟ الحمد لله. اقعد يا حبيبي اقعد. اقعد عايزك. تعال. اللي ايه يا يا عبد الرحمن؟ ايه ده يابا؟ ايه يا انت حبيبي؟ بتمشي تحك في الحيطان وانت ماشي؟ لا كنت بس بره كده مع الست اللي بره دي. بس خلاص انا بخلي ليل تغسلهولك. المهم يا حبيبي، انت لما جيت اتجوزت ليل ما جيت قلت لي دي يتيمه وكده مالهاش حد وكده. انت يا ابني كنت متاكد مالهاش حد خالص صح؟ ايوه يابا، ليل يتيمه وقرايبها كلهم مسافرين بره وعرفت ان ولا انت عارف حاجه مثلا عنها او عن اهلها ومش عايز تقول لي؟ لا والله يابا، وفي حاجه لا انا بسال بس يا ابني. اللي انا اعرفه ان هي بتكلمنا على ارباطهم وبتكلمني ان هي بره على طول قرايبها وابوها وامها متوفين. تمام. يعني انت المعلومه اللي عندك ان هي يتيمه وحيده ومالهاش حد صح؟ اه تمام يا ابني. هي قالت لي كده. طب يا ابني هي كانت جايه لما جت لنا كانت معاها فلوس. ماشي؟ تمام. وانت قلت لي هشغل الفلوس دي وبتاع وشغلتها انت معاك الفلوس.
انا بصراحه عرضت عليها وقالت لي لا انا عايزه فلوسي تبقى معايا، قلت لها ماشي عادي ما يضرش. بعدين انا كان معايا قرشين اللي انت كنت عطولنا حضرتك، شغلتهم انا في المشروع اللي انا قلت لك عليه، والحمد لله يعني المشروع نجح يعني فلوسها تمام معاها وكل حاجه يا ابني؟ فلوسها معايا تمام، ما قربتش جنبيها. خلاص مفيش في مشكلة. حاجه يابا؟ ايه؟ في حاجه؟ والله يا ابني انا عايزك بس تقعد مع مراتك كده واتكلم معاها، قول لها لو مخبيه عني حاجه قولي لي، عرفها حاجه عن عيلتك، عرفيني لو تعرف حد عن عيلتك. انا مش فيكيش اصلا الناس قرايبك ولا حاجه، نفسي كده يبقى لك قرايب يظهروا، اروح لهم نزورهم. ايوه بس انا يابا انت عارف ان انا مش عايز اجرحها، مش عايز اقول لها كلام يضايقها، وانت عارف ان انا مش عارف، مش عايز افتح معاها الموضوع ده. ده مش جرح يا حبيبي. ان انا قبل كده فتحت معاها السهريه دي وانت عارف بكده زعلت. هاتها عن طريقي، قول لها ابويا يعني بيقول لي يعني لو ليها قرايب نروح لهم نودهم يودونا. يا ابني برضو الاهل عزوه، فهمها الحته دي، قول لها الاهل عزوه، ابويا بيقول كده، قول لها ابويا بيقول لي الاهل عزوه، ولو ليكي حد قولي لنا واحنا نود وهو يودنا. ماشي؟ افرض يا ابني مثلا معلش ما تزعلش مني، افرض وراها حاجه كبيره واحنا ما نعرفش. زي ايه يابا؟ انت بتشك في ايه بالظبط؟ عرفني. يا ابني انا ما بشكش، بس انا جت في دماغي كده قلت الله ملهاش حد خالص، معقوله مقطوعه من شجره، ملهاش اخ ملهاش اخت ملهاش خال ملهاش عم ملهاش جيران يا راجل. ده حتى ما فيش، حتى قالت لك جارتي قبل كده ايام ما كانت عايشه مع امها وابوها. ما جابش سيره حد. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ يا ابني لا اوصل ولا ما اوصلش، انا قلت لك على اللي فيها، اقعد معاها ولو في حاجه عندها خليها تحكي لك عنيها، ما حكيتش بقى خلاص يبقى ده الله ولا حكمته. ماشي. عموما انا خارج. هتشرب ايه؟ تشرب قبل ما تمشي؟ طيب لا لا انا خارج. طب اقعد كل معايا لا انا رايح مشوار وهاجي. ماشي. يلا مش هتاخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو بيه قصده بالكلام ده؟ شوف مراتك لو كنت مخبيه عنك حاجه. ايه يا عمي رايح فين؟ مرات ابني الغاليه. عامل ايه يا حبيبي؟ انا بشكر فيكي في اي وقت وفي اي حته، أنا وفي عارفة كل يا الناس بابا. بقول لهم انا عندي مرات بنت ابن بلسم. انا عارفه يا بابا والله، انت مطرح بابايا الله يرحمه وانت سندي وضهري في الدنيا. الله يخليك طب يا حبيبي. استنى يا بابا كلهم بالله عليك. لا يا حبيبتي رايح مشوار وهرجع قبل ما ناكل سوا. طب انا هسخن لك الاكل. لا لا مفيش، انا هروح مشوار واجي. طب ماشي. بابا بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ اطلبي عينيا. ممكن تمشي الست اللي انت جايبها بره دي، ست. اللي هي بتاعت النظافه. ليه؟ في يا بابا مالك اتحولت ليه كده؟ انا امشي او اجيب محدش يعترض عليا في يا دي. بابا اسمعني بعد اذنك، الست مش نظيفه وجيت لقيت الزباله قد كده قدام. انا هجيب واحده ست مش نظيفه؟ يا بابا ما انت شوف وانت طالع يا بابا، انا مش قصدي يعني يا بابا بتلاقي انت شوفي وتاكدي خلصت شغلها وخليته على سنجة 10 ماشي، وروحتها بدري كمان وسايبه شويه زباله جنب البيت ما خليتهاش تشيلهم. ماشي يا بابا. وبعد كده لو سمحتي الا الحته دي اجيب مين اودي مين، انا بعزك ما تخليش احطك في حته تانية. لا يا حماية يا حبيبي انا اقدر برضو على زعلك. ما تتدخليش في الحته دي لو سمحتي. حاضر يا حبيبي حاضر. اللي قولي لي يا ليل، نعم. هو انت ما فيش اي حد من قرايبك بيودك بيتصل بيكي بيكلمك خالص يا بنتي كده؟ مفيش حد خالص؟ انت عارف ان ما كانش ليا غير بابا وماما الله يرحمهم. الله يرحمه. وسعي يا ليل، وسعي يا ليل. هو ماله ابو عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن هو عمي مشى ليه؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن. ايه ليه؟ عمي مشى ليه؟ ابويا؟ لا سيبك من موضوع ابويا ده يا ليل. هو في حاجه اهم من موضوع ابوك؟ بقول لك ابوك مشى ليه ما اتغداش معانا. في حاجه ايوه من اهم ابويا بكتير قوي. في ايه؟ انتوا كلكم النهارده مرعبين كده ومرعبين. ليه؟ في ايه؟ بلاش كتر كلام ولما اكلمك تسمعيني. اتفضل يا بابا، اتفضل يا بابتي. ليه هو انت معلش يعني في اللفظ، اصل ابويا اللي بيسالني مش انا اللي بسال. فمش عايزك تاخدها بحساسيه وتزعلي. هات من الاخر بس. هو فين قرايبك؟ هو في ايه؟ عمي يسالني على الباب، هو انت قرايبك ما بيسالوش عليكي ليه؟ وانت تقولي فين قرايبك؟ ما انت عارف اللي فيها، ما انت بس بصراحه كده يا ليل يعني برضه ابويا من حقه يسال ولا ايه؟ طب ما انت اخدني يا عبد الرحمن وعارف ان انا اهلي متوفين عارف ان انت اهلك متوفيين، عمرك ما قلت تعالى اطلع على ابويا ولا على امي. بقول لك يا عبد الرحمن ليل اسمعي كلامي للاخر وبلاش تقاطعيني. مدفونين في الصعيد، مدفونين في بلد بعيد عني، هروح لهم ازاي يعني؟ حتى لو في اخر الدنيا، لو في اخر العالم، طب بقول لك يا حبيبي، لو هنطر لهم بطياره من البلد هنا لبلد تانية. اسمعني بس انت بس. اسمعي انت الكلام اللي بقول لك عليه. يوه انا دلوقتي في ناس واقفه مستنياني ورايحين نجيب حاجات انا واصحابي. اوكي هو الكلام ليل، هو الكلام معاه بميعاد ولا ايه؟ يا عبد الرحمن اصل واقفه لي في الشارع بص عليه قبل ابوك ما يرجع. انا هتكلم
تسمعيني وتقفي تسمعي الكلام اللي انا اقوله لك، ما تعنيش في الكلام بعد اذنك. ان مفيش حد من قرايبك جه وسال عليكي. ايه الجديد يعني؟ ما احنا بقالنا 3 سنين متجوزين وعلى الوضع ده، اشمعنى دلوقتي السؤال ده؟ من حقي اعرف فين اهلك ومين قرايبك. انا اقول لك على حاجه، انا ماليش اهل، اعتبر ان انا ماليش اهل. وسع بقى كده، وسع. ليه؟ ماشي يا ليل، يبقى كده يعني عاديه، انا هعرف بنفسي. هو في ايه؟ حاسه بحاجه مش طبيعيه. الله، كومو ما قالت لهم حاجه؟ حماية اول مره يسالني السؤال ده، وعبد الرحمن. في حاجه مش طبيعيه، قلبي مش مرتاح، لازم اعرف في ايه. سبحان الله، ما كنتش اتوقع ان انا الاقيكي بالسرعه دي، والاقيكي كمان فين؟ في المكان اللي انا رايحه اشتغل فيه، وتعملي فيا كده يا بنتي، تهينيني الاهانه دي. اخيرا لقيتك، بس فايدتها ايه؟ ما انا لقيتك وواجهتك وانت انكرتي. لا، حق ربنا يتقال، هي ما انكرتش يا وفاء، هي قالت لك في وشك كده. انا خدت الفلوس ومشيت، وبعتبرك انك انت خلاص الله يرحمك. يا ترى استاذ علي هيعمل فيها ايه؟ هيطلقها من ابنه؟ هيعاقبها ازاي؟ انا مش عارفه ايه اللي ممكن يتم، مش عارفه ايه اللي ممكن يتعمل فيك يا بنتي من الدنيا، بس مش مهم الدنيا، المهم ربنا هيعمل فيكي ايه؟ هيعمل فيكي ايه؟ حرقة ابوكي ما كانتش شويه، وحرقة قلب مش شويه، وتدويرنا عليكي، والفلوس اللي خدتيها، وجحودك، كل ده له تمن كبير قوي يا بنتي. الواد عبد الرحمن ابني ده لو فعلا عارف حاجه في الموضوع مراته دي وما قاليش، هيبقى ليه حساب معايا جامد قوي. انا ممكن لما امشيه من البيت عندي ما اقعدوش معايا لو كان عارف وما قاليش، بس اكيد مش عارف، مش معقول هيخبي عليا. الواد ما بيخبيش عليا حاجه. لا، انا لازم اشوف الموضوع ده، ولازم اعرف ليه البت دي عملت كده مع اهلها، ولازم ارجعها لعقلها، وترجع تبوس ايد دماغ امها وايديها ورجليها كمان، وترجع لها فلوسها وحقها. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ حاضر. مساء الخير. حاج علي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضل حضرتك، اتفضل. بص يا حاجه، معلش يعني من هنا ورايح مفيش شغل تاني. مفيش شغل تاني؟ اه. ليه يعني يا حاج؟ ما هو برضه ما ينفعش يا حاجه واحده صاحبه مال زيك تتمرمط وتتهان كده يعني. ولا مش عايزني اشتغل عشان خاطر ما يبقاش حمات ابنك اسمها عاملة نظافة او بتخدم في البيوت؟ والله يا حاجه الاصل بيقول ان حمات ابني ست صاحبه مال، ومرات ابني لما جات لنا انت عارفه جايبه لنا فلوس قد ايه، واديتهم لابني عشان يشغلهم لها. عارفه يا حاج. طب تمام. ما هي دي الفلوس وعارفه ان ابني كل فلوسه من ورا تشغيل الفلوس دي، وبعد ما شغلها وكسب منها ارجع لها فلوسها تاني. دي الفلوس اللي بسببها ابوها راح. تمام يا حاجه، وانا لو حقك ما ارجعلكيش يا حاجه انا مش عايز بنتك في البيت. لا، بالله عليك، بالله عليك ما تهنها، سيبها تفرح وتعيش ايامها. عقاب ربنا لها مش شويه، ابوها راح وهو داعي عليها، وانا عايشه قلبي محروق. انا ما صدقت ان انا شفتها، وبعدين انا شفتها عندكم انتوا، شفتها عندك في بيتك، يعني اكيد هتكرمها وهتعيش عيشه كويسه، وممكن مع الايام يعني ضميرها يصحى وتيجي تعتذر لي. يا عالم يا حاج. بصي، انا اعرف اللي بيعمل شر ده او بيعمل غلط بيقعد مستمر فيه لانه مش لاقي حد يوقفه. يا فرعون ايه فرعنك؟ قالك ما لقيتش حد يوقفني،
هي بس كده. انت بتقول ان هي بتتعامل كويس وباسلوب حلو وبتحترم كل الناس. بص يا حاجه، اتضح ان ده كله تمثيل. تمثيل، الاساس وحش. ماشي، وما بني على باطل فهو باطل. بص يا حاجه اقول لك على حاجه، انت قلت ايه؟ عقاب ربنا في كلامك. نعاقبها احنا بقى ونردها على الغلط اللي هي عاملاه، ولا نسيبها لعقاب ربنا بقى؟ انا مش وانت عارفه. عارفه عقاب ربنا هيبقى ازاي. ما انا ما اتمناش ان ربنا هو اللي يعاقبها. بس يبقى احنا نردها لصوابها، ونعرفها ان الله حق، ونعرفها ان امها مالكيش غيرها. ماشي، وده سهل قوي نعمله وبسيط قوي هعمله. ماشي، بس لازم تعرف ان الله حق، وانك انت لما اتقرصتي جريتي على امك. فهمتي يا حاجه ولا ما فهمتيش؟ بس انا مش عارفه، خايفه عليها، خايفه عليها لا تفهم دوت ان انا اللي بعاقبها. بصي اقول لك على حاجه، تفهم ان انت بتعاقبيها، تفهم ان ده كده، المهم انها تفهم ان ده عقاب، وتفهم ان انا اتعاقبت بسبب الغلطه اللي انا عملتها، وتفهم ان في رب عادل. ونعم بالله ورسوله. بص يا حاجه، انت بتشتغلي تاني طبعا خالص. يا حاج انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ معلش يعني، انت عارف ان البيت بيحتاج مصاريف والحياه صعبه، ازاي مش هشتغل تاني يعني؟ بص يا حاجه اقول لك على حاجه، امسكي معلش، ايه الفلوس دي؟ الفلوس دي عشان ما تشتغليش تاني. انا ما باخدش صدقه من حد. ومين اللي قال لك ان دي صدقه؟ طول ما صحتي فيا هفضل اشتغل مين طول قال العمر. لك ان دي صدقه؟ ده انا هخصمها من فلوسك وانا برجعها لك كده، هخصمهم. انا ما بصدقش على ناس صاحب مال، وانت صاحبه مال. ازاي اصدق عليك وانت صاحبه مال؟ دي فلوسك كانت اكتر من فلوسي. لما تبقى تيجي فلوسي ساعتها ربنا لما يسهل. تيجي فلوسك انت مش هتشتغلي تاني ولا تتهالي تاني. مفيش واحده صاحبه مال زيك كده تشتغل وتتهان كده. انا ما اتهنتش من الغريب، انا كتر اتهنت من خيرك، بنتي. كتر خيرك يا حاج. انا بصي ما بقى، اقصدش حاجه، ولكن غريب او قريب يا حاجه، انا اللي شايف الصح لازم اعمله، واللي يشوف الصح لازم يعمله. ماشي، انا شايف ان انت في مكان غلط، وقعت في مشكله غلط ومش بتاعتك، ويا ريتك انت بتاخدي حقك، وبتاخدي حقك بلسانك ولا بكده، ولا بتدافع عن نفسك. انت ما بتدافعيش، انت بتدافع على اللي عمل فيك كده. انا مستغربك، انا بجد مستغربك. انا استغربت اكتر لما لقيتها واقفه بتتكلم معاك كده وبكل القساوه دي، وانت ما بترديش عليها. ما تقولهاش انت اللي ظلماني، وانت اللي واخده مني فلوسي، وانت اللي سرقاني، وسكتي. كل ده ليه؟ عشان ما تزعلهاش بكلمه؟ وهي مزعلاك العمر كله وقرص عليكي جامد ودايسه على الرابع. يا حاج ما ينفعش. خلاص يا حاج، خلاص. بص يا حاجه، اللي انا هعمله تساعديني عليه. احنا اللي هنعمله ده عشان بنتك ترجع لك، وترجع لك جري ترمي في حضنك وتقول لك سامحيني ياما، انا حاضر. غلطت. حاضر يا حاج. لازم تمسكي نفسك شويه، واي فلوس تحتاجيها اطلبيها عادي، وخدي واثقه ان دي فلوسك، انا ما بجبش عليكي بيها. دي فلوسك انت. اللي ابني فيه من فلوس بنتك، وفلوس بنتك زي ما هي تمام، اللي اتاخدت منك زي ما هي، وهترجع لك هي ان شاء الله، وربنا يعين على ده. ماشي يا حاج، كتر الف خيرك. هستأذنك انا، ها؟ اتفضل حبيبي. بالله عليك خليكي قاعده، انا عارف الطريق. السلام عليكم. ايه ده؟ عليكم السلام. مين؟ ليل. ازيك يا استاذ اشرف؟ ازيك يا ليل؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. اخبارك؟ الحمد لله بخير والله. والله انا زعلت قوي بسبب اللي جوزك عمله ده. هو ينفع كده يخليكي ما تحضريش حتى العزاء بتاع ابوكي؟ ظروف يا استاذ اشرف. ظروف ايه الحمد لله. وبتاع ايه؟ هو جوزك ده مفكر نفسه ايه؟ ما ينفعش كده يعني. حتى والدتك سبتيها وسبت كل حاجه، سالت عليكي في العزاء قالوا لا، ده جوزها منعها ان هي تيجي عند امها هنا. دي حقيقة. عموما الله يرحمه بابا بقى. الله يرحمه. هي حضرتك ما تعرفش ماما جوه ولا لا؟ كويس انك كمان افتكرت امك. على فكره امك اتبهدلت قوي من بعد وفاه ابوك، وطلع كده ان ابوك كان على فلوس، معرفش ديون ولا كان على ايه. المهم ان امك دلوقتي بقت شغاله عماله نظافه، بتمسح عربيات، بتكنس مدخل بتاع عماره. الكلام ده ما هتعمل ايه؟ عايزه تعيش، وانت يا عيني كانها ما خلفتش. اتجوزت واحد الله اعلم بظروفه وعنده عقده نفسيه ولا إيه عشان يخليكي ما تجيش عند امك ويقطع صله الرحم للدرجه دي.
عامة انا مش عايز اوجع دماغك، البقاء لا يا لله أستاذ في والدك أشرف اللي أنت عايزه. ولو انها متأخرة كتير قوي بس عشان ما شفتكيش بقى. معلش طيب. كل حاجه باول. ما دام الباب مفتوح يبقى اكيد والدتك جوه. مش شكرا يا استاذ اشرف، بعد اذنك. اتفضلي. بنت حاسس انها مكسورة كده، شكله كده جوزها فعلا. بس ده والله لو كده ده الواحد ده لو اختي دي انا كنت طلقتها، يعني ما تحضرش العزاء بتاع ابوها. الف شكر يا حاج. العفو. حمايه. ايه يا ليل؟ ايه ايه في حاجه ولا ايه؟ لا ده انا كنت جايه بس للست دي عشان صعبت عليا، كنت جايه اديها يعني صدقه. صدقه؟ طب تعالي تعالي يا ليل، ست اهي. انا ما تخيلتش ان انا ممكن الاقيك هنا. لا لا تعالي تعالي. هو مش انا اللي جايبها عشان تشتغل ولا ايه؟ فانا عارف بيتها وعارف مكانها. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كويسه. بصي انا كنت جايه اتاسف لك عن الموقف اللي حصل الصبح انا مش سامعك بتقولي ايه؟ انت كنت جايه بتغششيها؟ اتاسف لك عن الموقف يعني اللي حصل الصبح، واسيب لك القرشين دول عشان يبقوا معاكي، عشان انا غلطت. قرشين؟ قرشين لمين؟ ليها. ليه؟ مين دي؟ عشان انا الصبح هزعتك قوي بصراحه. في حقك عليا ما تزعليش. هم ولا حاجه اصلا. بس وعد منيك ان انا مش هسيبك ودايما هبقى جنبك. وانا اسفه عن الاسلوب اللي كلمتك بيه الصبح وانت ما قلت لك لمي الزباله. ما كانش قصدي. بجد مش هتسيبيني؟ لا طبعا مش هسيبك، وهفضل دايما جنبك وهفضل دايما اجي ازورك وهاجي اديكي فلوس واللي انت عايزاه. هو انت بتديها الصدقه دي ولا الفلوس دي ليه؟ عشان انا صدقة. غلطت فيها يا عمي مش اكتر. ما ده مش مدياكي صدقه، صدقة ده يعني. اعتذار بس بسيط عن الغلط اللي انا عملته معاه الصبح. بس انا ما باخدش من حد صدقه، ومنك انت بالذات. ليه مني انا بالذات؟ هو انا مش زي بنتك ولا ايه؟ زي بنتي. زي بنتها؟ انا زي بنتها. ايوه زي بنتي. ايوه زي بنتك؟ ايوه هي انا زي بنتها. هو في ايه يا عمي مالك؟ في ايه يا عم مالك؟ ايوه في ايه؟ عارفه اقول لك انا مالي؟ في ايه؟ انا ما شفتش نفاق زي كده. انت بتقول ايه يا عمي؟ هو على بتتكلم ما على شفتش كذب ومقاوحه وعند زي كده. ايه؟ نفاق وكده. لما واحده تقبل ان امها تشتغل عامله نظافه وتجيلها وتقاوح وتديها فلوس وعشان زعقتلك وانا اسفه ماشي، دي تبقى ايه؟ بصي يا بنتي، بقول لك يا عمي انت ما عشتش عشان تحكم. انت ما شفتش ابويا كان بيعاملني ازاي؟ كان مكرهني بالدنيا وما فيها، وكان قاسي عليا قوي، وهي كانت موافقه على كل حاجه، عشان كده انا عملت فيهم كده. انما ومن يوم ما خرجت من البيت ده وانا معتبراهم ان هم ميتين. 3 سنين وانا بعيد عنهم وانا معتبراهم ان هم ميتين. خلاص. رد فعلك ده مقابل انهم كانوا خايفين عليكي، قارصين عليكي عشان معيارك ما يفلتش، ولا انك تروحي في حته كده ولا حد يضحك عليكي. وهو كده ما فلتش. هو ده رد فعلك؟ هو رديته لهم بس بالطريقه تانية. رديته لهم؟ وانت فرحانه بنفسك كده؟ ده انت هتتعاقب باشد عقاب في حياتك وفي اخرتك. كفايه. ده انت مالكيش حل يا حاج. يا حاجه. كفايه. انت ما تخشيش بيت ابني الا لما تنولي رضا امك. يا حاج. وفلوسك هخلي ابني يديها لك عشان ترجعها لامك اللي انت سرقاها منها. يا حاج. يا حاج. بلا قرف بقى يا حاجه. كده انت مش سامعه بتتكلم ازاي؟ عاجبك كده؟ هو انت جيتي ليه؟ جيتي عشان تخربي لي حياتي؟ حرام عليكي. انا كنت ما صدقت ان انا بقى ليا بيت واستقريت وبقى ليا جوز. حرام عليكي، ليه بتعملي معايا كده؟ انت ازاي جايبه الجحود ده؟ انت جايبه الجحود ده منين؟ وانت جبتوا جايبين الجحود ده منين وانا معاكم؟ كنت بتعرفي ازاي تحطي جنب راسه جنبك على المخده وهو ضارب ليه؟ ليه عملنا فيكي ايه؟ شغلناكي ببيع مناديل، سرحناكي في الشوارع، عملنا فيكي ايه؟ اب بيربي بنته زي اي اب. فين المشكله؟ اب ما يخرجش بنته، يرمي حاجتها، خايف عليك، يكسر حتى المرطبات اللي اي بنت في الدنيا بتستخدمها يكسرها لي. خايف عليك. لا كل دي حاجات تافهه، كل دي حاجات تافهه قصاد اللي انت عملتيه. انت بقى الحاجه التافهه بتوصل لايه؟ ما هو الحاجه التافهه هي اللي وصلتني لكده، هي اللي خلتني ابقى بنت جاهده، ابقى بنت عاق. انت جايه ليه؟ انت جايه ليه؟ جايه عشان كنت اقول لك اوعي تقولي لحماية حاجه ولا لجوزي حاجه. كنت جايه عشان كده، بس خلاص بقى انت سبقتي وقبضتي الثمن. اقفي. تمن ايه؟ تمن ايه؟ انت مجنونه؟ ان انت تقولي انت امي برضو، ولا ده تمن ايه؟ عايزه افهم ده تمن ايه؟ سايبهولك ليه؟
طالما انت شغاله عندي. ايه اللي خلاكي تقولي له؟ استفدتي ايه؟ دمرتي لي حياتي. خليني بقى قاعده عندك لما هم يجيبوا لنا الفلوس ويظبطوا لنا حياتنا، ونبقى نشوفوا بقى الدنيا هتمشي ازاي. قومي يا ليل، قومي روحي، قومي. وانت فكرك حمايه هيرضى يدخلني البيت بعد ما الكلمتين اللي ما يلزمنيش، ما يلزمنيش. انت هتروحي فين؟ انت من النهارده بالنسبه لي ما تقولهاش عشان انت اصلا ميته من 3 سنين بالنسبه لي. طب يلا اطلعي بره. طيب بما ان اطلع بره هاتي دول ودول وسلام. غبيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب اهديها، اهديها يا رب. اما اشوف بقى هتعمل ايه مع امها. هروح استناها واروح اقول لعبد الرحمن احكي له. اكيد ابني ما كانش عارف حاجه زي كده، لان لو كان عارف كان حكى لي. اروح انا بقى احكي له واقول له على كل التفاصيل دي واستناها هناك معاه. يا خرت ليه كده؟ ايه يا حاج؟ السلام عليكم. السلام. هو انت يا عبد الرحمن عارف مراتك فين؟ وانت قاعد على الكنبه ورجليها مكسوره ليه كده يا ابني؟ بس خلاص يبقاش خلي النجار يجيبها يشوفها. انت قلت لي مراتك راحت فين؟ بقول لك انت عارف هي فين؟ هو ايه السؤال ده يابا؟ اللي تعرف مراتك فين ده؟ مراتي خرجت بره وقالت لي هجيب حاجه وجاي. مراتك يا ابني انت عارف هي فين دلوقتي؟ ايوه يابا، هتلاقيها مع اصحابها، ايه المشكله يعني؟ لا يا ابني مراتك مش مع اصحابها. امال فين؟ مراتك عند امها. عند امها؟ طلعت للجبل يعني لوحدها في الوقت ده؟ ازاي يعني يا حاج؟ مش فاهم انا. مراتك عند امها قاعده معاها في بيتها، في بيت امها. بيت امها مين يابا؟ عارف يا عبد الرحمن الست اللي كانت بتنضف بره، الحاجه وفاء اللي انا جبتها تشتغل دي؟ مالها الست دي؟ هو للاسف بقى دي طلعت تبقى ام مراتك. اقعد يا عبد الرحمن. انت بتقول ايه يابا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اقعد افهمك كل حاجه. يابا انت تمام؟ اقعد يا حبيبي وفوق كده معايا وركز في الكلام. بص يا ابني، مراتك ابوها كان بيعملها بقسوه شويه، تمام؟ راحت عامله سودا، واخده فلوس الراجل بالبيت اللي باعه كمان اللي كانوا فيه، تمام؟ وخدت الفلوس والذهب وجات لك بيهم وقالت لك امي وابويا ماتوا. الراجل فعلا مات بالفعل لما بنته عملت معاه كده. تخيل مراتك ليل اللي تتحط على الجرح يبرد، اللي ما بتعملش مشكله مع حد، تعمل كده. ولما واجهتها قدام امها تقول لي ابويا كان بيعاملني وبيعاملني وبيعاملني. مهما كان بيعاملك تعملي فيه كده يموت بحسرته. بص يا ابني، احنا ما شفناش منها حاجه وحشه، عشان بس ما تفتكرش انا بقول لك جاي اخرب عليك ولا حاجه، ولكن هنخيرها. هتديها فلوسها وتروح وديها لامك. وافقت كان بها، كمل معاه عادي ورجع لاصحابه وما رجعت لمجاريها. ما وافقتش يا ابني تبقى ما تلزمناش. يعني هي الست اللي هنتها بره دي وقلت بكرامتها تبقى امها؟ اه يا ابني دي امها. ولما شافتها اتجننت وقالت انا ما الناس هتعرف بقى ان امها عايشه وكده وهتتفضح. عشان كده كانت بتقول لي مشيها من هنا. بالظبط. دي ما بتنضفش، دي ما بتعملش. قالت لي نفس الكلام وشخطت فيها وقلت لها اللي انا اجيبه ما حدش هيعدي عليا فيه. ياه، ليه كده يا ليل؟ طب ولو ما وافقتش يابا؟ ما تلزمناش ولا هي ولا فلوسها. انا اصلا هطلقها. لا دي ما ينفعش واحده زي دي تعيش معانا يا ابني. ما فيش الكلام ده، ما شفناش منها حاجه وحشه، ما نبقاش ظالمين احنا كمان. احنا لو عرفنا نرجع المال مجاريها وترجع الفلوس لامها وتراضي امها يبقى احنا كده عملنا الصح. طب خلاها ما وافقتش على كده، تطلق وفلوسها ما تلزمناش، تاخد فلوسها وتتكل على الله من هنا، ما تلزمناش. لا ساعتها بقى
فلوسها انا اللي اخدها بنفسي واوديها لامها. بص، لو هي عملت كده هتروح لامها وامها هتديها لها عن طيب خاطر. انت ما تعرفش الست دي طيبه ازاي. الست دي يا ابني حاجه غريبه جدا، رغم اللي هي عملته فيها تقول ما تاذوهاش، سامحوها، سيبوها عايشه، انا اطمنت عليها كويس، انا عرفت مكانها واطمنت. بعد ده كله بعد ده كله قلت لها سيبينا يا حاجه بس احنا نحاول نرجعها. عارف يابا، انا جيت اديها يعني صدقه لله، يعني الواحد بيخرج حاجه لله طلع من نيته. قالت لي لا انا مش هديها لها، وخدت الفلوس حطيتها في شنطتها. جيت في مره بقول لها انا جايب اكل حبيبتي بزياده من بره، وجبه للست اللي شغاله بره عندنا. قالت لي لا خساره فيها، خدت الوجبه راحت رميتها. بص يا عبد الرحمن، مراتك لما كانتش دخلت عليا وانا مع امها جوه، انا كنت عامل تصرف غريب شويه. انا كنت هقول لها احنا خسرنا كل حاجه وخسرنا فلوسك، ويا بنتي انت مش تعيشي معانا عشان مش هنعرف نعيشك، فاهم؟ كنت حطها في الموقف ده، بس للاسف لقيتها دخلت عليا. وليه ما عملتش كده يابا؟ دخلت عليا عند امها وخلاص، وعرفت ان انا عارف ان دي امها، فمش هعرف اعمل كده. فكل اللي هنعمله دلوقتي لو جات لك هنخيرها. انا لازم اروح للست امها دي، ده الست دي جبل. احنا هنروح يا حبيبي، وانت هتعمل فيها كده؟ هنروح. لو وافقت تودي فلوس امها هنروح معاها. وافقت ولا ما وافقتش، انا بعد الموضوع اللي انت بتقول لي عليه على حاج، لازم انا بنفسي تاخدني وتوريني الست دي عشان ابوس على دماغها وابوس على رجليها كمان. تيجي مراتك بس الاول يا ابني عشان نشوف نظام مراتك ايه منها، ما يمكن لسه مصر على موقفها. هنا يا حاج. بس ونروح معاها بقى. لو ما وافقتش خدي يا ست فلوسك وانت طالق وبسامه من هنا، ما يبقاش فلوس من حد كده، حرام، فلوس مسروقه. اللي انت عايزه كله يا حاج انفذه بالحرف الواحد. يبقى هي تيجي مراتك ونروح كده زي ما احنا كده نرد الست دي. انا نفسي صعبان عليها الست يا ابني، والله صعبان عليها جدا. الست اديتها فلوس عشان تقعد ما تشتغلش، تقول لي ما باخدش صدقه من حد، انا ما اقبلش اخد صدقه. قلت لها لا، انت صاحبه مال وده جزء من فلوسك، وانا لما اجيب فلوسك هخصمهم من فلوسك، انا مش هديك صدقه، ما اديش صدقه لاصحاب مال. فهمت؟ شوف عزه النفس يا ابني، شوف ست عندها عزه نفس ازاي، رغم انها بتشتغل مثلا في اسوأ مهنه، اللي هي المهنه اللي بتنظف الناس كلها. بعد اذنك يا حاج، انا عندي ليك طلب بس. قول. ممكن اطلبه؟ قول يا حبيبي. لو بنتها وافقت او ما وافقتش، بعد اذنك الست دي مش هتشتغل الشغلانه تاني. ما خلاص يا ابني انا منعتها. وتعمل لها قبض شهري من الشركه. مش محتاجه يا ابني، ده فلوسها معاها كتير تكفيها وزياده، ده فلوسك كانت اكتر من فلوسك يا عبد الرحمن. بس هي مش محتاجه يا حبيبي، هي يعني ست كانت مبسوطه اصلا، وكان عندهم ديك شفت الفلوس قد ايه اللي جابتها البت. يا لهوي، اعمل ايه دلوقتي واروح واجي منين؟ زمن حمايه هيحكي لعبد الرحمن كل حاجه، وعبد الرحمن طبعا هيقف لي على الواحده وهيقول لي ايه اللي انت عامله في امك ده. بس وقتها انا هقول لعبد الرحمن دي امي وانا حره فيها، اعمل فيها اللي انا عايزاه، مش هولع فيها حتى، هو ماله. وبعدين يعني ما هو انا لولايا برضه، ما هو ما كانش عارف يبدا المشروع بتاعه. حتى العواقب سليمه يا رب. انا هروح بقى وزي ما يحصل يحصل. أنا خلاص مش عايزة حاجة منك يا بنتي، ولا عايزاك تجيلي ولا هتعبك تاني. أنا حتى البيت ده أنا هبيعه. أيوه، هشوف مكتب ولا سمسار ولا أي حد، ولا حتى جرن، أشوف أي حد يشتريه وأمشي من هنا. مش هوريك وشي تاني ولا هتعبك تاني. أنا إيه اللي خلاني ظهرت في حياتك بس؟ على رأيك انت كنت مبسوطة بقالك سنين وعايشة مع الناس وبيشكروا فيك. حياتك اتلخبطت لما انا ظهرت، حتى لو كانت بالحق يا بنتي. لكن انا هعدل كل دوت واختفي من حياتك تاني. ايوه، هختفي من حياتك ومش هتشوفيني، واعتبر ان انا فعلا رحت. بيقري لي الفاتحة يا ليل، ده لو افتكرتيني بأي حاجة كويسة، عشان لو رحت بجد توصلني يا بنتي، توصلني وانا تحت التراب. انا هقوم اشوف المكتب ولا اشوف اي حد ياخد البيت، مع انه صعب علي كل طوبة فيه وكل جدار. الله يرحم ابوكي. ابو احمد،
ازيك يا حاجه وفاء، عامله ايه؟ ازي حضرتك يا استاذ اشرف؟ كنت خير، في حاجه ولا ايه؟ اه كنت عايزه اقول لك بس على حاجه. انا هعرض البيت دوت للبيع. تعرضي البيت للبيع؟ ايوه. ليه؟ حد مزعلك ولا ايه؟ لا لو ابدا. حد من الجيران هنا مضايقك ولا حاجه وعايزه تبيعي بسببه قولي لي. والله ابدا، انت عارف ماليش علاقه بحد ودايما في حالي. انا بس محتاجه فلوس. فلوس؟ ايوه. حاجه وفاء، انا شفت بنتك وهي جايه على فكره وكلمتها وعاتبتها وقلت لها انت ازاي ما تحضريش العزا بتاع والدك، بس شكله كده جوزها دايس عليها شويه. لو انت عايزه تبيع عشان تمشي معاها، لو انت يعني عايزه تبيع عشان تمشي معاها ولا تروحي هنا ولا هنا، فده ما ينفعش يا حاجه وفاء. لا اصل هي مسافره، فانا هبيع البيت وهروح معاها. هتروحي معاها؟ ايوه. هتروحي معاها ازاي؟ طب هتسافري، سيبي البيت حتى ترجع تلاقي البيت موجود. وانت ضامنه انت هترتاحي مع جوز بنتك ولا لا؟ اللي خلاها مضايقها ومعذبها هيستحملك انت؟ بيتك هتيجي تلاقيها يا وفاء. ما هو بقى كويس وانسان يعني طيب. ما تثقيش في حد، لازم ترجعي يبقى ليكي مكان وتلاقي بيتك. هو اللي هيبقى كويس هيبقى كويس ازاي ومنع البنت انها تيجي تحضر عزبوها؟ ما هو كان سوء تفاهم بقى والحمد لله ربنا هداه. وبعدين ما تقلقش، انا هيبقى معايا فلوس البيت هعينها يعني، وان شاء الله خير. يا حاج، انا لو على البيت جميل وفي منطقه كويسه والجيران هنا حلوين هشتريه وكل حاجه، بس انا مش عايزك تبيع ذكرياتك في المكان هنا. هتروحي فين بس؟ انتوا في وسطينا هنا، في وسط اهلك. معلش. للدرجه دي بنتك اقنعتك بكده ولا هي طلبت بالورث؟ لو طلبت بالورث وعايزه ورثها، لا ندي لها ورثها وتخليكي في المكان، ما تشغليش بالك. لا والله الموضوع مش كده. معلش انا قررت خلاص. طيب بص، ما منوش رجوع بقى. انا هشتري البيت بس عشانك انت، عشان لما ترجعي هتلاقي البيت موجود. كتر خير. حافظت على الفلوس زي ما بتقولي ورجعت وعايزه ترجعيه موجود، ما حافظتش على الفلوس صرفتيها وعايزه برضو البيت هيبقى موجود. البيت ده ما حدش هيفتحه ولا يقعد فيه الا انت. ونعمة كبيرة يا استاذ اشرف، كتر الف خير. طيب تاخدي الفلوس اللي انت عايزاها وبلاش حكايه بيعه ده وتفكري في البيع. لا مش هينفع اخد حاجة مش ملكي. معلش خليني كده، انا كده مرتاح. معلش. طيب تعالي اروح عند اي محامي نكتب العقودات والثمن اللي هتقول عليه هتاخديه. ماشي يلا. مراتك جايه تتكلم انت معاها. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. بقول لك يا ليلى، انت كنت فين؟ كنت عند مامتي. كويس ان ما كدبتيش عليا. واكدب ليه؟ ما مامتك عايشه هي ليه؟ عايشه يا عبد الرحمن. اما انت بقى يا ست هانم قلت لي ان مامتك متوفيه وابوك متوفي، صح؟ كدبت عليا ليه؟ سيبك من ده كله، سيبك من الكدبه اللي انت كدبتها عليا دي. انت ازاي تعامل امك بالقسوه دي؟ جبت القسوه دي منين؟ عادي يا عبد الرحمن، هو اللي حصل. عادي بالنسبه لك كده عادي؟ لا مش عادي، بس هو اللي حصل. ده رضا الام من رضا الرب. هو اللي حصل ده انت عملت بلوه وعملت مصيبه. هو واحد صاحبك ولا واحده صاحبتك؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده ليه؟ انا بجد انا مصدوم فيكي. استنى يا انا مش هكمل عشان انا مش ناقص. كمل انت بقى عشان انا دم محروق. هو انت يا بنتي ما ندمتيش على اللي عملتيه مع عمك ده؟ ما زعلتيش؟ ما قلتيش انا ايه اللي عملته ده؟ ايه الغلط الكبير قوي ده؟ ما ندمتيش يا بنتي؟ فكرت في زعلت كده؟ وعارفه ان ماما مالهاش ذنب، بس هي كل الحكايه ان هي ما كانتش هتبدا ابدا في الاول، ان هي حتى لو هتسيب بابا هتمشي معايا وناخد كل حاجه، ان هي كانت متعلقه بيه وروحها متعلقه بيه. طب وانت عايزاها تسيب ابوك انما انا ما ليه؟ كانش قصدها، عشان كان قاسي قوي يا عمي، كان قاسي بجد. يلا الله يرحمه. عموما هي فعلا ما كانش لها ذنب في اللي حصل، وهي فعلا اتظلمت، وبالذات لما قابلت جارنا كمان وقال لي امك من بعد ما ابوكي توفى وهي متمرمطه وبتكنس في الشوارع وبتسيق بيوت. انت لسه تسمع من الكلام ده كتير يابا ولا وبتغسل عربيات وبتخدم في بيوت واتمرمطت جدا، وانت لما قابلتيها جحدت عليها اكتر وهنتيها اكتر. عندك حق. بص يا بنتي، حل الموضوع ده فلوسك مع معادنا زي ما هي، ما جيناش جنبها.
يسحب لك الفلوس يحولها لك وتروح تديها لامك وتروح امك. يابا موجوده. فلوسك اللي انا قلت لك هاتي يا هانم نشغلها في مشروع، لا ما شغلتهاش، فلوسك مركونه. ما هو ده اللي بنقوله يا عبد الرحمن، ده اللي بنقوله. هيديك فلوسك يا بنتي تروح تديها لامك وتاخده رضا امك. جت امك ورضت عنك هنكمل يا بنتي مع بعض بما يرضي الله. حاضر يا ما رضيتش عنك يبقى يا بنتي كل حي يروح لحاله وابن يرمي عليك اليمين وكده يبقى خلاص انتهى عيشك معانا لغايه كده. غير كده يا بنتي ما تزعليش مني، احنا لا هنقبلك بالكذب ده ولا هنقبل فلوس منك بالكذب ده. حاضر يا عمي، اللي انت عايزاه انا هعمله. ماشي. اوافق على اي حاجه انت هتقولي لي عليها. روحي بقى حولها يا ابني الفلوس على حسابها وهي تديها لامها. طب ما تيجي معايا يا عبد الرحمن؟ انا كده كده هاجي معاكي عشان اعرف امك ان القسوه اللي عندك دي مش هي اللي عندي. احسن امك تعرف ان انا اللي كنت موزيك على ده وانا اللي مصنفك. هو انت اصلا تعرف ان هي كانت عايشه؟ هتبقى انت أعرف اللي إن هي واززني عايشة. ازاي ما عارف يعني؟ كل حاجه يا ابني. معلش وانا لازم برضه اروح للست الكل، الست المحترمه دي واطيب بخاطرها. ماشي. يمكن تسامحك على اللي انت عملته. خلاص يا ابني يلا 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 اتكل على الله. قوم خد يلا يلا خد مراتك وامشي يلا يلا يا بنتي الحقي جوزك يلا يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. ده جيل غريب، انا مبقتش فاهم الجيل ده. ايه الناس بتتكلم ازاي؟ ده ليهم لغه غير لغتنا خالص وكلام غير كلامنا خالص. ده ايه ده؟ عايشين ازاي وعيشوا يكملوا مع بعض ازاي كده بالطريقه دي؟ ربنا يصلح لهم حالهم بقى. لا يخرب بيتك يا عبد الرحمن على يخرب بيتك يا ليل. خلاص يا حاج وفاء، خلاص يا استاذ اشرف، لسه مصره ومصمم انك تمشي؟ نصيب. طب عامة انا اشتريته بعفش وما رضيتش اخليك تبيع العفش عشان عارف انك هترجع في يوم من الايام. هترجع وهتلاقي كل حاجه زي ما هي. هرجع؟ اكيد هترجع طبعا. الله اعلم. بس ما تقلقش، انا عارفه انا هروح فين. تروحي فين ايه؟ انا مش هسيبك تمشي بالليل كده غير لما اوصلك لحد بنتك. لا خلاص يبقى تبات والصبح تمشي. كتر خيرك. كتر خير ايه؟ ده مكانك وقلت لك. الحاجه وفاء معلش، الفلوس اعتبريها انها سلف مني، بس ما تسيبيش مكانك. احنا جيران طول عمرنا وانت عارف ان انا ما باخدش حاجه من حد حتى لو كانوا اقرب الناس ليا. هستأذنك بس انك تسيبني ثواني مع البيت. طيب استناكي بره لحد ما تخلص واوصلك؟ لا ليه؟ انا عارفه طريقي، معلش. ماشي يا حاج وفاء، انا هسيبك زي ما انت ما عايزه، بس عايز اقول لك براحتك ويا ريت تمشي بالنهار. طب تحب ارن على بنتك تيجي هي وجوزها يقابلوكي؟ لا انا هروح له، انا هروح له. انت عارفه المكان يعني؟ اه. الجو ليل. هتفرق في ايه مع ست كبيره زي عادي. خلاص ماشي، اللي انت شايفاها راح عليك اعمل ايه. كتر خيرك. السلام عليكم. عليكم السلام. هتوحشني، كل حتة في المكان هتوحشني، كل نفس، كل حركة. خلاص خلاص مش هيبقى لي حد سلطة حتى على مفتاحك. كل حاجة كنت بعدلها بإيدي، مش هيبقى لي الحق إن أدب رجلي فيه ويكون لي مكان هنا. يا رب صبرني. عبد الرحمن بقول لك ايه، هو انت هتسامحني؟ سامحك؟ بص يا ليل، انا يمكن بعد انت عملت ده كله هسامحك، بس في حاجه واحده في دماغي لو حصلت ساعتها بس هقدر اسامحك. اللي هي ايه بقى؟ صح، اللي هي لو امك سامحتك ورضت عنك،
ساعتها بقى يبقى انا هسامحك. نعم امك ما رضتش عنك وسامحتك، يبقى ولا نفسك الرحمن الرحيم. ان شاء الله. خلاص خلاص يا ليل، هترتاحي ومش هتلاقي اللي تزعلك تاني وتكون سبب في خراب بيتك. انا بعت البيت يا ليل، والفلوس هنا، وكمان كاتبه ورقه ان اللي يلاقيها يوديها لبنتي. ليكي انت يا ليل، ليكي انت، عشان انا خلاص مش عايزه حاجه من الدنيا. كان نفسي اقضي اللي باقي من عمري في حضنك، كان نفسي يا بنتي. لكن ابوكي بيستعجلني وبيندهلي وبيقول لي ان انا وحشته زي ما هو وحشني. انا بدعيلك يا ليل، انا بدعيلك، ما بدعيش عليك. ومش زعلانه، مش زعلانه منك، مش زعلانه منك خالص ان انت اعتبرتيني ان انا مش موجود. ده انا مبسوطه ان انا شفتك قبل ما اروح. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. أشهد أن استني انا اللي هخبط. يا ماما، افتحي يا ماما، افتحي، انا جايه عشان اصالحك وارضيكي. ايه يا جماعه، خير؟ في حاجه ولا ايه؟ خير حضرتك؟ ايه ده انت مين؟ ليه؟ ايه يا استاذ اشرف؟ هو هي فين انت- ماما؟ فين ماما؟ ايه ده؟ هي ماما ما جاتلكيش؟ ما جاتليش. ازاي؟ ثانية بس. بعت البيت بعت البيت، انا اشتريت البيت منها وقالت ان هي هتجيلك. راحت فين طيب؟ هي قالت انها رايحه عند بنتي، حتى بتقول ان انتم مسافرين ولا معرفش في ايه. ازاي ده حصل؟ هو انت وانت؟ قول لي ان انت بتضحك عليا، ده جوزي. قول لي ان انت يا بتضحك حرام عليا. عليك بقى، انت اللي كنت منعها الفتره اللي فاتت دي كلها انها تيجي تشوف امها، بتقطع صله الرحم. ليه كده؟ خلينا لا في لا المهم. انا انت استنى يا فاهم غلط. اصبري استنى يا بقى. عبد الرحمن بقى. استاذ اشرف خلينا في المهم. امي راحت فين؟ ايوه. امك لمت هدومها ومشت، بعت لي البيت بالعفش ولمت الهدوم ومشت، وقالت انا محتاجه الفلوس ضروره عشان هسافر مع بنتي. هو حضرتك انت اللي شريت البيت؟ انا اللي اشتريت البيت. طب انا ممكن نمشي دلوقتي يا ليل نلحق امك؟ حضرتك انا هاجي افهمك طب هي الموضوع مشت ازاي. ازاي؟ يعني مش كده ولا كده، ولا مشت ازاي، ولا خدت بيقول لك مشروع؟ راحت لك البيت. انا ما اعرفش، هي قالت لي ممكن تمشي انت عشان كانت بتراجع ذكرياتها في البيت، بتبص عليه، قلت اسيبها. طب يلا نلحقها، انا لسه ماشي بلحقها. امشي يا استاذ لازم. امشي. عامة انا باجي وبفهمك الموضوع ماشي ازاي، مش انا اللي كنت مانعها، وبرجوك ما تفهمنيش غلط. يلا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. ايوه انا الحاج علي. خبر ايه؟ اختي مين؟ ايوه لا اختي، الحاجه وفاء اختي. لا حول ولا قوه الا بالله. ده امتى؟ انا لله وانا اليه راجعون. متشكر قوي يا ريس. تمام عارفه. خلاص تمام شكرا، انا جاي حالا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عبد الرحمن حماتك تعيش انت. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. طب هم عملوا ايه؟ طب معقوله زعلت من بنتها او كده؟ طب وليه سابت واخده شنطتها وسابت بيتها؟ وانت يا عبد الرحمن عملت ايه؟ لا اله الا الله.
ايه يا حاج؟ يا ابني بحاول تثبت من بدري. ايوه، ما انا جاي بسرعه اصلا. بيقولوا ان حماتي جت هنا، هي فين؟ يا ماما ما جاتش هنا يا عمي. حماتك يا ابني مش جايه هنا تاني ولا هتشوفها تاني. ايه طب يلا قوم ندور عليها. دور عليها فين يا ابني؟ ما خلاص. خلاص يعني ايه هي. خلاص؟ بقاء الله يا بنتي. في مين؟ امك تعيش انت. امنا؟ اه. امنا؟ ناس اتصلوا بيا افتكروني اخوها لما شافوها معايا، وبصراحه كنت لحقتش اتمنى ان انا أصالحها. ابقى اخوها عشان احميها منك ومن اللي عملتيه فيها. ده انا ما لحقتش اصالحها. راحت عند على لحقتش صالح أراضيها. الكل بقى. لحقتش اقول لها عارفه؟ هي عارفه يا ابني، اهدى بس. انا ما لحقتش اقول لها اي حاجه. ما لحقتش اقول لها حاجه. ما لحقتش اصالحها. ما لحقتش اخدها في حضني. خلاص يا بنتي انا خلصت كل حاجه، كلمت الناس وخلصت كل حاجه. طب وما قلتلناش ليه؟ ما كلمتيش عبد الرحمن ليه؟ بحاول وانت عارف أكلمه. ان احنا رايحين لها. الخبر لسه جاي دلوقتي. ليل، يعني ايه؟ هو بجد امك صعبانه عليك قوي كده؟ انا فوقت متاخر. انا نمت وفوقت متاخر. عارفه بقى اكبر حاجه يا ليل؟ اكبر حاجه في الدنيا لما امك بابا انت بتهزر ومقعدها بيهزر ايه وده في هزار؟ وقعدتها في مكان وبتعمل فيها كده عشان تندمني. ليه؟ ندمت والله، بتقول لي ان هي عايشه. وحياة عبد الرحمن عندك انا ندمت والنبي لا حول ولا والنبي. قوه الا بالله. قولي إن بقاء هي لله. عايشة. بقاء لله، شد حيلك. ليل فوق يا ماما، الله يرحمها ويسامحها. راحت اللي احسن مني ومنك ومن الدنيا ما كلها. استنيتش ليه؟ استنيتش ليه؟ ما دي تشوف اعمار يا بنتي، لا اله الا انت، مش وحيده بالله ولا ايه؟ دي اعمار يا بنتي. عمي. انت بتقولي كده عشان توجع قلبي صح؟ عشان تعرفني قيمتها صح؟ عرفت قيمتها. عارفه يا ليل، والنبي لو عايشه وديني ابوس على ايديها. والنبي. متاخره قوي يا بنتي، متاخره قوي، اتاخرتي. عياطك ما عادش ينفع عليك. كان المفروض تعملي ده لوحدك من غير ما حد يوجهك ليه ولا يقول لك اعمليه. عياطك ما عادش ينفع. عارفه ان اصعب حاجه ايه في الدنيا بقى كلها؟ مش ان المرة تخون جوزها، لا. اصعب حاجه في الدنيا لما امك تروح وهي غضبانه عليك، مش راضيه عليكي. هتبقى وجع في الدنيا والاخره. بص يا بنتي، عيشي بقى توجعي لحد ما تموتي وتوصلي لها. ربنا يهون عليكي. اهم حاجه بس الفلوس اللي انت خدتيها منها دي هي لها جزء كبير منها بتاعها. حاجه. طلعيه على روحها بقى. خدوا كل حاجه طلعوها، مش عايزه حاجه. كنت اتمنى ان هي تبقى موجوده معايا وتسامحني. لا يا بنت عشان نطلع الصبح بدري، يلا. لا ريحي عشان نطلع استنى الصبح. يابا، عشان عندي كلمتين لازم اقولهم لليل ولازم تحطها في دماغها. بص يا ليل، بص يا بنت الناس، انت دلوقتي امك الله يرحمها ويسامحها عشان انت كنت بتعملوا كل حاجه معاها وحشه. يعني انا مش هسيب ده يتكرر تاني في بيتي. انت هتعيشي معايا هنا، اللي هقول لك عليه هتعمليه. حتى لو قلت لك امسحي بلاط الشقه ده كله ببقك هتمسحيه. خلاص يا عبد الرحمن. يا اما بقى كده يا هطلقك هتعيشي متيتمه اهدى يا وارمله. ابني امها لسه رايحه يا ابني، اهدى شويه عليها. ايه ارحم. وهي ليه ما خلاص هدتش؟ ارحم بقى انت، اهدى شويه بقى. ليه ما رحمتش؟ ماتت. عبد الرحمن بيه. يا ابني اهدى يا ابني، واحده امها رايحه وانت في ايه؟ ده دخ في ايه يا ابني؟ ضرب نار ليه كده؟ الحق يابا، ده بيتكلم نفسها. طب ما تقولي لنفسك، ما انت عمال ضغط عليها. روح لها انت. مش ما هي السبب يابا، هي السبب اللي وصلت لامها كده، هي السبب اللي عملت كده في امها.